بهارات الكبسة: ملح، كزبرة مع كمون، فلفل أسود، بابريكا مدخنة وبابريكا حارة، وهذه ماجي الدياي، وهذا الكركم. كذي البهارات. وبادية يزر عشان الكبسة، وقطعة بصل وكوسة، وبالترتيب راح نحمس البصل فوق الكوسة. لما يذبلون أضيف 3-4 هالكمية، بخلي شوية حق التزيين. وتعالوا نبدأ بالكبسة. أول خطوة بالكبسة نحمس البصل. لما يذبل البصل ضفت فلفل، بطاط، كوسة، وقاعد أحمسهم على نار متوسطة إلى هادئة. ضفت بعد قرع. خمسة الخضروات مع السمن راح تطلع لكم كل ريحة الخضروات. والحين نضيف الدياي. شوفوا شلون شكل الخضار. الدياي ضفت عليه من البهارات اللي شفتوها بأول الفيديو. الحين نضيف باقي كمية البهارات. ولا تنسون كبسة يعني بهارات صحيحة: لومي، ورق الغار، وفلفل وهيل دارسين، وجنزبيل مجفف، وفلفل مجفف. هذول أضفتهم بس ما بينوا بالتصوير. كل شوي أحمس الدياي. خليت الدياي على نار هادية وغطيته، وهذا صار شكله تقريبا مستوي ب50%. والحين بعد ما انحمس وخذ لون أضفت اليزر يضيفونه يعطي حلاوة للمرق، بس لازم يكون من البداية عشان ما يحترق. ضفت الماء الحار وخليت الدياي مع الخضروات يطبخون تقريبا ربع ساعة. بعد ما الدياي استوى، العيش استوى في مرق الدياي مع الخضروات، وهذا شكلها لما قلبتها. الطعم يمن ولذيذ، الوصفة خنينة، كل الأطعم تشربها الرز تينن. لازم تجربون هالوصفة بهالتكنيك.